بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أبونا مينا عبود مفرح القلوب. ولكن الرب معي كجبار قدير، من أجل ذلك يعصر مضطهدية ولا يقدرون. سفر أرمية 20:11. رسالة النهاردة من أم المعونة، أم إله القدرة، أمنا العذراء، جاية برسالة حلوة بتقولك: يا ابن يسوع، يا ابن الله، هتوصل للي انت عايزه، ما تخافش. هتوصل ومحدش هيقدر يقف قدامك، ولا حد هيقدر عليك، ولا حتى حد يقدر يمنع خير ربك بعتهولك، ولا حد يقفل باب يسوع فتحه ليك. لأن إلهك قدير، جبار، عظيم، حميك دايما ومعتني بيك. ما تخافش من شيء. بطل حزن ويأس وشيل هم وتفكير كتير. طمن نفسك دايما وقول لنفسك: الرب معي كجبار قدير. اطمن. عارف ليه تطمن؟ لأن إلهك اللي سندك ومعاك دايما ده كبير قوي وعظيم قوي. يعني مهما كان حلمك، ولا مهما كان طلبك وسؤالك، هيديهولك، هيوصلك للي انت عايزه وللي بتتمناه. لأنه قادر جدا على كل شيء. وعلشان هو قادر، مفيش ظروف ولا أحداث ولا بشر ولا حتى عدو الخير يقدر يقف قدامك ولا يقف في طريقك. ربك هيوصلك، هياخد بإيديك وهيعديك، حتى لو طريقك ده مليان بالتحديات والصعوبات. يسوع قادر على كل شيء. ما تخافش، بس انت امسك فيه، ثق فيه قوي، صدق كلامه، صدق وعوده، صدق لما يقولك لا تخف. اعرف ان مفيش حاجة ابدا في الكون تخوفك، لانه معاك وسندك. افرح دايما، بطل حزن، بطل تفكير، لأن إلهك هو إله التلات فتية، هو إله دانيال، يعني اللي نجى التلات فتية وأنقذهم من أتون النار. وريحة النار حتى ما لمستش ملابسهم. هينقذك انت كمان، هيخرجك من قلب أتون الهموم والتجارب والضيقات والأحزان. هينجيك من أتون المشاكل والصراعات. إلهك عظيم قوي وقدير قوي. إلهك هو اللي نجى دانيال من أفواه الأسود الجوعانة. انت كمان هينجيك من أفواه الأحزان والتجارب. هينقذك، مش هيسيبك، لا يمكن يتخلى عنك، ده أكيد. إلا أقام لعازر من الأموات، هو إلهك. يبقى إزاي يسيبك كده؟ هيقومك من تاني على رجليك، هيرفع راسك، هيقيمك من كل هم وغم وحزن وكرب. هيمنحك فرح ملوش مثيل، هيديلك سلام وهيملاك بالطمأنينة. هيغمر حياتك بعطاياه الكتير وخيره. ما تقلقش، إلهك القدير عنده لكل شيء مخارج، حتى الموت ليه كمان مخارج عنده. ما هو قادر على كل شيء وليه سلطان على كل الكون بكل ما فيه. هيطمن قلبك بالفرحة اللي انت عايزها ومشتاق لها. هيسدد احتياجاتك، هيشبعك بخيره الكتير، هيديلك حسب مجده وغناه. واللي انت خايف منه وشايل همه، هو مش ناسيه، هو بيدبره وهيخرجك منه على خير، وهيبعده بعيد وهيصبح مجرد ذكرى. ما تخافش، ما هو لا يمكن
يشوفك كده ويسكت ولا ما يتدخلش؟ هياخد بإيديك، هيعديك، ده أكيد. هيعديك من كل الضيقات اللي انت فاكر إنها مش هتعدي وإنها مستحيلة، زي ما ياما كده عداك زمان. بس انت افتكر، ده ياما عداك من مواقف كتير كنت فاكر إنها مش هتعدي، ونجاك وأنقذك. ياما شفاك لما كنت مريض، ياما فرحك لما كنت حزين، ياما فرجها عليك لما كنت واقع في ضيق. يسوع أبدا ما سابك، هيكمل معاك في طريقك وفي سكتك وهيفرحك. هو سندك دايما، ما تخافش، مش هيكسفك، لأنه أبدا ما بيخذل حد اتكل عليه ولا تعشم فيه ولا في يوم اترجاه. اطمن يا ابن ضابط الكل، الله القدير إلهك علشانك هيغير الأوضاع الصعبة المستحيلة في عينيك، هيبدل حالك 180 درجة، هيبعتلك المكافأة، هيبعتلك المعجزة اللي تغير حياتك، هينقلك لواقع تاني والحال تاني خالص، أفضل بكتير من اللي في تفكيرك واللي في تصورك. بلاش خوف، بلاش قلق، لأن ربك هيفرحك أكيد، واللي جاي هيثبت لك كده، هيثبت لك إنه بيحبك ومهتم بيك وإنه أبدا ما نساك. هتلاقيه يغمرك بتعويضه وعطاياه الكتير اللي ملهاش مثيل. آمين. ربي وإلهي يسوع المسيح، أيها السيد الرب القادر على كل شيء، حتى الموت فيه مخارج عندك. استجب لنا يا مالكنا وإلهنا القدوس، طمئن قلوبنا، سدد احتياجاتنا حسب مجدك وغناك، لأنك تفتح يدك تشبع كل حي رضا. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم فرح وبركة وتعويض كبير بشفاعة أم المعونة، أم إله القدرة اللي دايما بتفرح أولادها من غير حتى ما يطلبوا منها، أمنا العذراء مريم، وبشفاعة حبايبها الكتار قوي من الشهداء ومن القديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة الراجل الجدع قوي اللي مش بيسيب أي حد يستنجد بيه إلا لما يفرحه. أبونا مينا عبود، قناة أبونا مينا عبود، مفرح القلوب.